فيلمنا بيبدأ بجابريلا اللي بنشوف أسلوب حياتها هو اللي بيكون عبارة عن تمارين الصبح، وبعدها بتلبس وتفطر وتجري على شغلها. وبنفهم إنها عايشة لوحدها ومش متجوزة، لكنها مرتبطة بولد اسمه دين، واللي بتبعت له رسالة قبل ما تدخل الشركة وبتحدد معاه ميعاد بالليل. وتكون جابريلا شغالة في شركة ديكور، وبتكون قاعدة في المكتب بتاعها، ويدخل عليها المدير وزميلها في الشغل، وتتكلم مع المدير عن فكرة المشروع بتاعها، واللي بتكون عبارة عن بيت بس بيشتغل بالطاقة الشمسية. وبيرد عليها المدير بيقول لها إنه قبل مشروع زميلها خلاص، على أساس إنها جت متأخر يعني بفكرة المشروع بتاعها، لكن في الحقيقة هو علشان والد زميلها بيكون مستثمر كبير. وتتضايق جابريلا جدا. وبالليل بتقابل حبيبها جين، وبتتكلم معاه عن اللي حصل، وبتوريله الديكور الجديد اللي عايزة تعمله في شقتها، وتلمح له إنهم يتجوزوا ويعيشوا مع بعض. بس هو بيقول لها ان كل اللي اتجوزوا مش بيبقوا سعداء بعد الجواز، وبتتضايق جابريلا من كلامه. وتاني يوم بنشوفها في تمرين اليوجا مع صاحبتها المقربة، واللي بتحكي لها عن كلامها مع جين امبارح، وبتنصحها صاحبتها انها تتكلم معاه بشكل مباشر وواضح علشان تعرف هيكملوا في العلاقة ولا هتنهيها. وبالرغم من ان جابريلا مش بتكون مقتنعة قوي بالفكرة دي، بس بتقرر انها هتقابله بالليل وتتكلم معاه في الموضوع. وتخلص التمرين وبتجري للشركة، وبتتصدم لما بتلاقيها اتقفلت، وده بسبب ان كل المستثمرين سحبوا اسهمهم منها. فبترجع للبيت وهي متضايقه جدا من اللي حصل، لكنها مش بتستسلم، وبتكلم اكتر من شركه وبتسال على شغل، لكن للاسف برضه مش بتلاقي. وبالليل بتقابل جين وبتعرض عليه انهم يتجوزوا او يبعد عنها، وتتصدم لما بيقولها انه مش عايز يتجوز دلوقتي، وبتفهم انه كان عايز يقضي وقت بس مش اكتر. فبتسيبه وبتمشي، وترجع للبيت وهي منهارة وتتفرج على صورهم مع بعض، وما بتكونش مصدقة اللي حصل لها ده كله. سابت الشغل وحبيبها سابها كمان، كل ده في أسبوع واحد، وتنام من كتر الزعل. وأول ما بتصحى بتشوف إعلان بيقول إن ممكن تكسب بيت في نيوزيلندا، وده مقابل إنك تكتب مقالة، ولو عجبتهم كده تكسب البيت. ومش بتتردد أبدا إنها تعمل كده، وتبدأ تكتب المقالة فعلا، واللي بتكون قصة حياتها قبل أسبوع وبعد الأسبوع ده. وبعدها بتعرف إنها كسبت البيت، وتفرح جدا ومش بتكون مصدقة، وبتجهز شنطتها علشان تسافر. وبتعرف إن صاحبتها وجوزها في مشاكل مع بعض بسبب البيت اللي مأجرينه، فبتقرر إنها تديلها مفتاح شقتها تقعد فيها هي وجوزها، وبتودعها علشان تسافر. وأول ما بتوصل للبلد بتكون مش عارفة أي حاجة طبعا، فبتقف على الطريق وبتحاول إنها تلاقي شبكة للتليفون، لكن شنطتها بتتحرك وتخبط في عربية واقفة، ومعظم الهدوم بتقع منها. وينزل صاحب العربية اللي بيكون شاب واسمه جاك، وبيهزر علشان يلطف اللي حصل وما يحرجهاش، ويلم معاها الهدوم. وبيقدر يعرف إنها مش من البلد بسبب طريقة كلامها ولبسها، وبيعرض عليها كمان إنه يوصلها، لكنها بترفض. وبتمشي لغاية ما بتوصل لكافيه قريب وتطلب قهوة، وتسأل اللي شغالين في المكان عن مكان البيت، وبيشرحوا لها تروح ازاي، وتاخد القهوة وبتمشي. وأول ما بتوصل بتتصدم صدمة عمرها، وهي إن البيت مش بيكون زي اللي في الصورة خالص، ويكون شكله متهالك جدا وكل حاجة فيه بايظة. يعني مثلا أول حاجة الباب بتاعه اللي أول ما بتمسكه بيقع، والأغرب بقى إن بيكون فيه معزة عايشة في البيت. ولما بتشوفها بتصرخ وبتنزل تجري وتفتح الباب علشان تخرج، فبتلاقي جارتها اللي بيكون اسمها شارليت واقفة قدام الباب، ودي بتكون جاية تتعرف عليها وجابلها ورد كمان. وبتدخل وبتعرفها بنفسها وبتديلها رقمها، وبتقول لها انها حاسة انهم هيبقوا اصحاب مقربين جدا. وبالليل بتكون بتحاول تنام، واول ما بتيجي تدخل في النوم السرير بيتكسر بيها وبتضطر تنام على الارض. وتاني يوم بتروح تعمل شاي، لكن حنفية المطبخ بتبوظ اول ما بتمسكها، فبتزهق وبتقرر انها هتصلح البيت ومش هتعيش فيه بالشكل ده، وتروح تشتري حاجات وبتاخد الحنفية معاها علشان تجيب زيها. وتقابل هناك جيك في المحل، وتتفاجئ انهم اتقابلوا تاني، وبيعرض عليها جيك لما بيشوف الحنفية في ايديها انه يصلحها لها، لكنها بترفض وبتسيبه وبتمشي برضه. وتروح تحاسب على الحاجات اللي اخدتها، وبتسأل الموظف عن مقاول يكون كويس، فبيشاور لها على جيك وبيقول لها ان ده من اشطر الناس اللي في المدينة. وترجع جابريلا في كلامها وبتقوله انها عايزة شخص تاني، وبيروح معاها الموظف وبيجيب لها عمال تانيين، وتسأله هيخلصوا امتى، فبيقول لها انه قدامهم 3 شهور بالتقريب. وتنزعج جابريلا من الوقت ده، وبيعرفها ان جيك لو كان هو اللي اشتغل في البيت كان هيخلصوا بشكل اسرع، لكنها بتكون رافضه برضه انها تجيبه. وبنشوفها وهي رايحه تشتري ورد، وبتقابل شارليت هناك، وبتعزمها شارليت على الغدا عندها بكره. وبتوافق جابريلا، ولما بتروح البيت بتقرر انها هتظبط كل حاجه بنفسها، وبتبدا تركب الانوار وتصلح السباكه كمان وتزرع الورد، لكن للاسف معظم الحاجات بتبوظ وفرحتها مش بتكمل، فبتدخل تنام. وتاني يوم بتصحى على وش احلى حد وهي المعزه، وبتتخض طبعا وتنط من على السرير بسرعه وتنزل علشان تروح العزومه. وبتروح للعزومه وبتفضل تتكلم هي وشارليت وبتسالها عن البيت، فبترد جابريلا وبتقول لها ان التصليحات ماشيه بشكل كويس الى حد ما، وبتعرض عليها شارليت انها تشتري منها البيت بمبلغ كويس جدا. فبتقول لها جابريلا انها هتفكر وترد عليها، وبعدها بتمشي.
وبتروح تشتري باقي الورد، فبتلاقي جيك هناك برضه، ويروح جيك علشان يتعرف عليها لكنها بتكلمه بطريقة وحشة جدا، وبتقول لها صاحبة المكان بعد ما بيمشي إنه شكله معجب بيها، وبيجي لها مكالمة من مدير الشركة اللي كانت شغالة فيها، واللي بيقول لها إنه عايزها تبقى معاه في شغل جديد، وبيقفل المكالمة بعد ما بيخلص كلامه، وتتضايق جابريلا لأنه ما ادهاش فرصة حتى ترد بعدها، وتروح لمطعم علشان تاكل، وبتشوف جيك هناك برضه، وبتقرر وقتها إنها تقعد تتعرف عليه المرة دي وتكون لطيفة معاه، وبتقعد وبيفضلوا يتكلموا وبيتعرفوا على بعض أكتر، وتفضل جابريلا تعطس وبيبان إنها تعبانة، وتاني يوم بتتعب أكتر وبيجيلها كل الناس اللي اتعرفت عليهم وجيك كمان علشان يطمنوا عليها، وأول ما بيمشوا بتتفاجئ لما بتشوف سباكة البيت كلها متصلحة وحنفية المية اللي كانت بايظة كمان، وبتعرف إن جيك اللي صلحها، وده بيبسطها جدا وتبدأ تعجب بيه. وتاني يوم بتكون حالتها اتحسنت أكتر، وبتنزل علشان تتمشى شوية وبتقابل شارليت اللي أول ما بتشوفها بتسألها عن البيت برضه، فبتقول لها جابريلا إنها مش حابة تبيع البيت وإنها حابة المدينة والناس اللي فيها، وتتضايق شارليت وبتمشي وبتسيبها، وتشوف جابريلا جيك هناك وبتطلب منه إنه يساعدها في تصليحات البيت بعد ما كانت رافضة في الأول. هو بيوافق جيك طبعا وبيبدأوا في التصليحات، وده بيقربهم من بعض أكتر وبيعرفوا بعض أكتر. وفي يوم بيقول جيك لجابريلا إنهم بكرة أجازة من التصليحات، وهيقضوا الأجازة دي في مكان مميز جدا، وبيطلب منها تجيب معاها لبس سباحة، ولأن جابريلا مش بيكون عندها بتنزل مع صاحبتها اللي هي صاحبة محل الورد يشتروا لبس السباحة، وبتتكلم معاها جابريلا وبتقول لها عن شعورها ناحية جيك اللي بدأ يتغير، وإنها بدأت تعجب بيه وتخطط حبها لجين. والمفاجأة إن شارليت بتكون موجودة في المكان وتسمع الكلام ده، وأول ما بيقوموا علشان يشوفوا الهدوم بتاخد شارليت تليفون جابريلا وبتفتح الرسائل بينها وبين جين، وبتعرف إنه بعت لها كتير علشان يرجعوا لبعض، بس هي ما كانتش مهتمة بده، فبتقرر شارليت إنها تبعت رسالة كأنها جابريلا، وبتقوله إنها موافقة إنهم يرجعوا لبعض بس بشرط، وهو إنه يجي وياخدها، وتكون بتعمل كده طبعا علشان جابريلا ترجع معاه وتبيع لها البيت. وتاني يوم بتقضي جابريلا يوم جميل مع جيك، وبيبان انهم حبوا بعض، وبعدها بيتصل بيها مديرها وبيقول لها هي ليه ما رجعتش امريكا علشان الشغل، فبتقوله انها مستنيه تبيع البيت وترجع. وبيدخل جيك في الوقت ده وبيكون سمع الكلام ده وبيتضايق منها لانه كان فاكر انها هتفضل معاه على طول في المدينه، ولانه كمان كان فاكر انها بتبادله نفس مشاعره. هو من كلامها ده باين قوي انها ما عندهاش مشاعر ناحيته. وبيقول لها جيك انهم اول ما يخلصوا تصليح البيت كل واحد فيهم من طريق، وتعدي فترة وبيخلص تصليح البيت، وتكون جابريلا بتدور على مشتري ليه، لغاية ما في يوم بتكون واقفة بتتكلم مع جيك وتتفاجئ لما بتلاقي جين قدامها، وبيقول لها انه شاف رسالتها وجاي علشان يبيع البيت معاها وياخدها ويرجعوا مع بعض، وبيكون جايب مشتري معاه كمان وبيعرض عليها فلوس كتير مقابل البيت، وبتوافق جابريلا على البيت وبيودعها جيك وبيمشي. واول ما بيطلع البيت بتروح صاحبة محل الورد وبتقوله ان جابريلا بتحبه وانها اللي قالت لها كده، وبتطلب منه ما يتخلاش عنها وانها محتاجاه. وقبل ما يروح يعترف لجابريلا بحبه بتحصل حريقة في بيت شارليت، ويروح جيك هو وباقي رجال الأطفاء وبيطفوا البيت، وبعدها بتعترف شارليت لجابريلا على اللي عملته وبتطلب منها تسامحها. وتروح جابريلا بعدها لجين بعد تفكير كتير وبتقوله انها مش عايزة ترجع له ولا ترجع أمريكا، وانها عايزة تفضل هنا، وبتكون قاعدة لوحدها وبيجيلها جيك وبيديلها ورقة مكتوب فيها انه بيحبها، وبيقول لها ان كتب لها الورقة دي لانه مش بيعرف يعبر قوي عن مشاعره. وبينتهي الفيلم بلحظة رومانسية بين جيك وجابريلا.